السلام عليكم يا أبطال، عاملين ايه؟ النهاردة قررت اخد تجربة كده ممكن تغير حياتي. تجربة فيها مخاطر، فيها تعب، فيها قرارات صعبة. بس قبل كل ده فيها غرفة نوم محتاجة إسعاف فوري. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد، عليه أفضل الصلاة والسلام. تعالوا كده معايا، أنا مش بهزر يا جماعة والله. غرفتي وصلت لمرحلة لو شافتها أمي أو حد من أهلي، امي ممكن تقول ان انا بصي، انا هبلغ عنك، انا مش هضرب، لا هبلغ عنك. النهارده انا هعمل تحدي اسمه نظف غرفتك في 10 دقايق بس. لو راجل او بنت برضو احنا بنساوي في المعاناة يا جماعة. بس قبل ما ابدا تعالوا نتكلم شوية كده بصراحة. ليه دايما بنأجل تنظيف الغرفة؟ ليه دايما بنأجل؟ انا عن نفسي هقول لكم. هظبطها كده بعد ما اخلص المسلسل، لا بعد ما اكل، لا بعد ما افتح مش عارفه فيديو ايه، لا بعد مش عارفه ايه. لا بصوا يا جماعه، كلنا عندنا ركن كده في الغرفه اسمه الركن المجهول اللي بنرمي فيه كل حاجه ملهاش مكان. بص انا بكلمكم والله العظيم وانا عايزه اضحك. من اول الشاحن المقطوع لحد الشرابات اللي كل شراب فائت نسخته بقالها سنتين ومش لاقيينها. بصوا دلوقتي الغرفه حالتها عامله ازاي. تعالوا بصوا كده السرير كده بنشيل الملاية اهو. طبعا في هدوم على الكراسي بقالها اسبوعين، رسميا بقت جزء من ديكور الأوضة يعني. هنا هننفض بقى السرير تنفيضة حلوة، ادي بقى بشكل ودي يا جماعة. بصوا، يعني لازم نديها تنفيضة صح معتبرة. تمام. وفي طبعا كوبايات وفي شرابات، كل حاجة جميلة هتلاقوها مرمية. اما تحت السرير فده ممكن يكون فيه حضارة ضايعة من آلاف السنين. محدش يضحك يا جماعة، اسمعوا الفيديو للآخر وتابعوني. مع اني بقول لكم محدش يضحك بس انا بضحك والله، لان ده حقيقي بيحصل. احنا ليه كده بجد؟ انا كنت فاكره ان المشكله بس في ان انا يعني نكتشف ان كلنا كده. احنا مش كسالى يا جماعه، لا احنا بس محتاجين دفعه، محتاجين نشجع بعض. التنظيف مش صعب يا جماعه، بس هو قرار محتاج شجاعه مننا كلنا. زي قرار انك تكلم حد عايز تسال عليه سؤال مهم. بس هو السؤال ايه يا جماعه؟ فين الشمال في الدولاب وفين اليمين؟ محدش يضحك عليا. اتفرجوا على توته بس للاخر وهوريكم انا عملت ايه. يلا بينا القرار، فعشان كده قررت ابدا التحدي. بصوا يا جماعه، هنخلي 10 دقايق نعمل فيهم كل ما هو في الاوضه. بصوا هنا انا ابتدينا في السرير، ما خدناش يعني ثواني. 10 دقايق هيعملوا كل ما هو صعب وكل ما هو فيه مجهود. لازم نغير شكل الغرفة، لازم نخلي كل حاجة هادية حتى راحتنا النفسية تبقى يعني موجودة. عشان احنا نقدر نقعد، نقدر ناخد نفس، نقدر نكمل يومنا بطريقة طبيعية. طبعا هنبتدي نلم بقى لو في اكياس، في زبالة، في مناديل، في حاجات مرمية شمال ويمين. معانا بقى شوية امل وتوتر كده يا جماعة مع بعضنا. يلا جاهزين معايا يا جماعة نكمل؟ انا جاهزه. هظبط التايمر اهو. ظبطت، انا مظبطه التايمر يا جماعه، خدوا بالكم اظبطوا كده التايمر بتاعكم. انا رحت على التسريحه والازاز. لو ما رجعتش بعد 10 دقايق يا جماعه قولوا لامي ان انا كنت بحبها. انتم مستعدين معايا؟ انا مش متاكده بس يلا بينا يا جماعه. ليتس جو. يلا بينا. بصوا يا جماعه كده، انا عايزه اقول لكم بجد الدنيا محتاجه اخد قرار. يعني ايه اخد قرار يا توته؟ يعني كل حاجه بتيجي بالتشجيع، كل حاجه بتيجي بالتحدي، بالاراده. مش هقدر اقول لكم يا جماعه ان انا هصحى الصبح كده اصاحب ابقى مصاحبه حد كده كل حاجه يقول لك مش قادر، تعبانه مجهده مش عارفه ايه، يبقى انا كده هبقى نشيطه. لا يا جماعه، لو في حد بيأثر عليك تأثير سلبي او تأثير معنوي مش افضل حاجه، بلاش نقلده. بلاش نعمل زيه. عشان الحاجات السلبية دي على فكرة كمان بتأثر علينا جدا جدا. احنا طبعا بنبقى محتاجين طاقة ايجابية الصبح، بنصحى من النوم نشوف نشرب ايه، هنعمل ايه عشان نبتدي. تجيلك بقى مكالمة تليفون، لا اصل انا ما كنتش قادرة اعمل. صديقة بقى، اصل انا حصل لي النهاردة. طبعا بتأثر عليك تأثير سلبي. فلا يا جماعة، نقفل الموبايلات ونبتدي نشتغل في بيتنا. واللي هيأثر علينا تأثير سلبي يا جماعة هنعمل التليفون مغلق. بصوا يا جماعه، انا طول عمري كمان عايزه اقول لكم ان انا بكره الفوضى. انا طول عمري كنت فاكره اني لازم الدنيا تبقى براحتي ومش عارفه ايه والكلام ده. لا، من ساعه ما اتجوزت وعندي اطفال واولاد، طبعا كل ام عارفه ان لازم راحتها النفسيه في اوضتها. يعني ايه يا توته؟ يعني لازم تصحي من النوم كده تظبطي اول حاجه، تفتحي الشباك تدخلي اكسجين. اكسجين يا جماعه ده بيدي طاقه ايجابيه. عايزه اقول لكم مع الطاقه الايجابيه دي
محتاجين اجازه ومكنسه، اجازه ومكنسه يا توته. ايوه طبعا، اجازه نريح فيها ومكنسه نشفط بيها. انا مش بس يا جماعه هروق واكنس، والله النهارده هتكون نهايتكم، نهايه الشربات ونهايه الكوبايات. هوريكم الهدوم اللي مرميه. بصوا بجد بقوم من النوم، يعني عايزه اقول لكم انا شويه وهجيب المعلقه من على الكومودينو من جنب اقلب بيها الشاي. يعني الحمد لله على كل شيء. بصوا الترتيب شغال اهو، يعني الحمد لله اقدر بصوا ادخل واخرج من غير توتر. وفي 10 دقايق ان شاء الله الاوضه هتخلص، وهتقولوا توته دي ايه؟ مفيش خوف في الحياه يا جماعه، ودي جمله ماما داخله الغرفه. هنا بس الانسان يعرف قيمه الوقت والنظافه. حتى الديناصورات المنقرضه اللي عايشه تحت السرير، من ضمنهم الديناصورات المنقرضه ولادي، يعني ما تقلقوش برضو، لان هم السبب في التحول اللا إرادي بتاع الكوبايات والمعالق. واللي بصوا تحويل من التلاجة ومن الذرة في المطبخ ومن كل حتة تلاقيها في أوضتي. يعني أنا بقوم من على كده بحس إن أنا عايشة إيه في عالم موازي والله العظيم. أحس إن كل حاجة اتكومت حواليا. لا احنا مش هنندم يا جماعة، ودلوقتي لازم الهدوم والكوبايات، قصدي لا، الهدوم تتطبق والكوبايات تتغسل. شفت خلوا دماغي اتقلبت ازاي يا جماعة؟ بجد والله أهم حاجة يا جماعة الراحة النفسية. انا مستعده وقلبي بيدق معايا بادوات الحماس ان انا اخلص الاوضه دي وانتوا معايا. بصوا بقى منظر السرير بجد بعد ما فرشت الملايه منظره جميل ازاي. والله انا بنضف عشان نفسي، انا بنضف عشان ابدا بدايه جديده، عشان اقدر اكمل يومي، عشان اقدر اكمل حياتي. لاني بجد يعني قله النظافه دي مش حلوه يا جماعه بجد. ببدأ كده أقول يا رب ساعدني، يا رب أقف جنبي. كل حاجة بتيجي يا جماعة الإرادة والعزيمة. صدقوني الإرادة حلوة. ونشغل كده ذكر الله كده في البيت، نشغل آيات قرآنية في البيت. وحتى واحنا شغالين يا جماعة، بصوا أنا ماسكة سجادة الصلاة، كنت لسه مخلصة صلاة يا جماعة. دايما رتلوا ذكر الله كده في بقكم على طول. حتى بيقولك ايه، واستعينوا بذكر الله تتأذي حواجئكم. تمام، يعني احنا لازم نذكر برضو ربنا يا جماعة في كل حاجة. ربنا يقويكم يقوينا. بصوا منظر بقى السرير، بصوا منظر الأوضة. هوريكم واحدة واحدة كده الأوضة أنا عملت فيها ايه وخلصتها ازاي، وكان أقل من ال10 دقايق كمان يا جماعة. والله كله بيجي بالإرادة وبيجي بالعزيمة. منظر السرير تحفة. بصوا عامل ورايا ازاي منظر سرير رينو. الستاير هوريكم طبعا سرير رينو كان عامل ازاي. الحاجات لما بتتراكم يا جماعة تحسوا ان الدنيا فوضوية وعنيفة وعشوائية. بجد الدنيا مبتبقاش احسن حاجة. لازم يا جماعة نركز على كل حاجة في المكان اللي احنا فيه، بحيث ان احنا نبقى مرتاحين نفسيا. بصي سرير رينو عامل ازاي. ادي سرير رينو كمان انا ظبطته وروقته وخليته احسن حاجة. شايفين سرير رينو، اللهم بارك يعني. شايفين بصوا الجمال، بصوا حلاوة الأوضة، والله بجد راحة نفسية. غير بقى الجلانس والدنيا لما روقت على اوضتي بقى ترويقة حلوة كده. بصوا المنظر، بصوا الراحة النفسية في الأوضة. بجد كل اللي بيعجبه تريكات توتة وعمايل توتة كده يشجعها ويحط لها اللايك يا جماعة، ويشاركها كده فيديوهاتها. وكل اللي يحب فيديو توتة يحط لها تعليق حلو منه كده يوصل لقلبها، عشان قلبها يدق كده بتعليقاتكم الجميلة. ربي يسعدكم ان شاء الله ويكبر بخاطركم ويوفقكم. وهي مسألة تحدي يا جماعة. والله عايزة اقول لكم التحدي والإرادة اجمل حاجة في الدنيا. تتحدي نفسك تبقي قوية على الشيطان يا جماعة. الشيطان ده اكتر حاجة تودينا ورا. فعايزين نبدأ يومنا كده بالصلاة على النبي، نفتح الشباك ونهوي ونروق ونقوم نقول لا احنا لازم هنقوم نعمل كذا. اعملي لنفسك كده كوباية شاي، كوباية نسكافيه، اي حاجة بسيطة تبسطي نفسك بيها. اغسلي وشك كده، فوقي، اعملي اي سندوتش، وقومي ركزي بقى على اوضه نومك. اول حاجه تبتدي بيها الاوضه بتاعتك، بحيث ان انت لما تخرجي بره الشقه وتدخلي بره الاوضه وتدخلي تحسي براحه نفسيه، تعرفي تكملي بقيه الغابه اللي بره الصاله بقى واوض الاطفال والكلام ده كله. يا رب كده فيديو توتا يكون نال اعجابكم، ويا رب كده اكون ضيفه خفيفه على قلوبكم. واتمنى اكون وصلت لكم الفيديو بطريقه خفيفه ولطيفه على قلوبكم. مستنيه منكم اللايكات الجميله والاشتراك
والشير، ويا ريت يا جماعة تشيروا قناة توتة لكل حبايبكم وأصحابكم، وأقول لكم في حفظ الله ورعايته.